السلام بالدجاج بطريقة جديدة. والحين عندنا هالدجاج وهذه التتبيلة، عندنا حقة المندي وعندنا البابريكا يا سلام وفلفل الأسود والكزبرة والزيت، وندهن باقي صفار الزعفران أيضا نحطه. السلام هذه كل المكونات، البابريكا والمهون أخلطها كلها خلط عشان نحطها على الدجاج. يا سلام الحين ندهن شغلنا كله من الحنيذ. طبعا هذه طريقتنا الخاصة، لا أحد يقول لي الحنيذ ما تحط شيء، لا لا يا حبيبي، كل شيء ملح وزيت زبط كل شيء. هذا بعد التتبيل، طبعا هذا شغلنا بيكون فيه. هنا شبت النار يا شباب عشان نضع في هذا المكان القدر. اليوم شغل المندينا وحنيذنا بالقدر. الانتهاء من التعقيدات الخاصة بالمرخ. يا سلام يا سلام سلم. جهز الحين للقدر. يا سلام الحين الدجاج حطينا المرخ يا شباب. الحين الدجاج، وإذا احتاجنا طبقتين حطينا طبقتين. الحين جاهز يا شباب، نغطيه بالقدر. يا سلام بهذه الطريقة يا شباب، مع رشة موية مع الجوانب، واللي يبغى التقمير الطيب يحط بهذه الطريقة عليه. يا سلام انتهى الموضوع. نعطيه ساعة طبعا، وبإذن الله يكون، لو انه لحم نحطه ساعتين، لكن الآن هو عبارة عن دجاج نحطه ساعة وعشر. نزبط رزنا طبعا. هذا هو البشاور، هذا الحبة بشاور الفتة، هذا الدجاج حط لي اياه، حطه كله. ايوه، لأن الرز نطبخ الحال، بما أننا نطبخ الرز الحال معناته لازم نكشف. شباب جاهز خلاص، الآن نحط الرز. كذلك نحط الموية مقياس يدوب يغطي. هذا المقياس الصحيح له يا شباب. خلاص النار لازم تكون عالية بهذه الطريقة. أعطوه بس 8 دقائق، بعدين يطلع لك على قولتهم بيوت النمل، وبعدين نقصر عليه ونحط كشنات النار وشغل. هذه الآن نقفل عليه 20 دقيقة. 20 دقيقة، والنار لابد تكون بهذه الطريقة جدا ضعيفة. الحين نشيل هذا. سلام سلام سلم ما شاء الله. هذا مع تعلم يا ايوه هنا بس شويات جت هنا اجيب العجلة. يا سلام هذا ضبط. اجل حبه يا سلام بال مو حار. يا سلام يا سلام ما شاء الله. حار عليك يدك ورجلك يا رجال، لا اله الا الله. مركز. خلوه يضبط الشغل. شغل النهاية يا حبايبنا. تشوفون هذه الدجاجة كيف النية منتهية يا شباب. وهذا الرز حقنا كما هو ما عودناكم.